التجاني رحمه الله يروي عن الشيخ بدر الدين محمد يوسف الحسني عن الشيخ محمد أمين بن عبد الغني البيطار الدمشقي عن الشيخ محمد أفندي الحلواني الكبير الدمشقي مفتي بيروت الأسبق حفيد السيد محمد عبدين الشهير اللي هو ابن عبدين صاحب الحاشية حاشية ابن عبدين عن الشيخ سعيد بن حسن الشامي الحلبي وهو ابن عبدين الحنفي وأنا ابن عبدين المالكي، خلي بالكم وأنا اسمي محمود عبدين برضه. ماشي يا مشايخ. عن عبد الباقي الحنبلي عن محمد حجازي الواعظ عن محمد بن عكاش الحنفي عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث شارح صحيح البخاري عن الزين أبي بكر بن الحسن المراغي عن الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزاني عن المؤلف مولانا الإمام النسفي نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي رحمه الله تعالى. وبهذا الطريق أجزتكم والمتابعين فهل قبلتم؟ قبلنا. فنسأل الله أن يجعل الإسناد نورا ينتقل من قلب إلى قلب ومن جيل إلى جيل، فإنه ليس القصد الورطة والأسماء، إنما القصد النور والفهم والعلم. النور والفهم والعلم. وإن إجازتي مشروطة، وهكذا أنبه في كل الكتب، إن الإجازة مشروطة. بماذا؟ بفهم ما في الكتاب ومراجعته والوقوف على دقائقه، وأن يحافظ على ما سمع، وأن يفهم ما سمع، وأن يعمل بما سمع حتى تصح الإجازة. فأسأل الله لنا ولكم القبول والرضا والنور والهداية، وأن يسلك بنا سبل العارفين به سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. يوم الأحد